صبغة طبيعية للشعر باللون الأشقر الذهبي. مكونات كلها طبيعية، هنغذي شعرك، كمان هتطول شعرك، كمان لو في قشرة هتشيلهولك، وكمان لو عندك شيب مبكر هتشيله. صبغة حلوة جدا جدا، من أول مرة هتديكي لون. تابعي معايا الفيديو للآخر حبيبتي عشان نشوف مكوناتنا ايه. بس لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله، وما تنسيش اللايك الجميل وشيل لأصحابك عشان الكل يستفاد. ويلا بينا حبايبي نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل مع بعض ايه. والمكون الاول معايا وهو البابونج. البابونج من الحاجات الحلوه جدا جدا، بتدي لون الاشقر الذهبي الجميل طبعا اللي كلنا بنحبه. هحتاج منه 3 معالق كبار. هحط مكون دلوقتي تاني. انا كنت عملت فيديو نزلته على القناه امبارح، كان الفيديو حلو جدا جدا، عملته باعشاب الرواند باللون البني. طبعا النهارده هنستخدم برضو اعشاب الرواند باللون الاشقر الذهبي. حلو جدا جدا، هيديكي لون اشقر ذهبي جميل جدا، وكمان هيحول اللون الابيض من اول مره للرمادي من اول مره هتحطيه على شعرك. مش هقولك بقى اعمليها مرتين 3، لا، من اول مره ان شاء الله اللون هيلقط معاكي على طول. كمان هتثبت معاكي اللون، وهتخلي اللون الاسود، لو شعرك لونه اسود هتخليه لونه اشقر. طبعا مع بقيه المكونات اللي احنا هنحطها، هحط عليهم 1.5 كوباية من الميه، وبعد كده هقلبهم كويس. طبعا اعشاب الرواند دي بنجيبها من عند العطار، بتبقى قولي له عايزه الرواند مطحونه، تمام. بس اهم حاجه تكوني العطار انت واثقه منه وتكون حاجته تكون كويسه. هتقولي له عايزه ب10 جنيه، هيديكي كميه حلوه تقعد معاكي فتره طويله، تمام. انا كده حطيت. طبعا شايفين لون الميه عامل ازاي، ولسه طبعا ما غليتهاش. دي من اعشاب الرواند، شايفين لونها عامل ازاي، حلوه جدا بسم الله ما شاء الله. من اول مره هيديكي اللون اللي انت عايزاه. طبعا لو عندك شعر ابيض او عندك شيب شعر فهيغطيه تماما. هبتدي ارفعه على النار لمده 5 دقايق تغلي كويس جدا، ونبتدي نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هحط هنا حوالي 4 معالق من الحنه اللي هي الخاصه بالشعر. ولو انت شعرك بقى اطول من يعني محتاج اكتر من الكميه دي، هتزودي وتضاعفي الكميه. انا هنا هعمل وصفه يعني مقادير لشعر يكون قصير، يعني الشعر اللي هو اللي عند الكتف. ولو انت شعرك طويل وكثيف هتزودي وتضاعفي الكميه. انا هنا حطيت حوالي 4 معالق من الحنه. هحط عليهم حوالي 2 معلقة كبار من الكركم. الكركم بتاع الاكل بتاعنا العادي. لو انت بقى عندك الكركم العيدان ممكن تجيبيه وتطحنيه وتستخدميه، هيبقى حلو جدا جدا، هيبقى احسن من الكركم اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. ففي حاله انك عندك الكركم بتاع الطبخ العادي هتعمليه، تمام. لو انت بقى عندك الكركم التاني هيبقى افضل واحسن. هحط حوالي 2 معلقة كبار من الكركم ونقلبهم مع بعض كده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني في الوصفة. هنبتدي بقى نجيب البابونج والرواند اللي احنا غليناهم في اول الفيديو. طبعا انا لسه سبتهم يغلوا كويس جدا لمدة 5 دقايق على نار هادية لحد ما انزل الخلاصة كلها. شايفين لون المية بقى عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا 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 عن تجربة. انا مش اول مرة اعملها. الرواند من الحاجات الربانية المعجزة اللي بتدي صبغة للشعر، كمان بتثبت اللون من اول مرة. هنبتدي ننزل بيها وهي سخنة كده، ما تستنيش تبرد خالص، انزلي بيها على طول كده على الحنة بتاعتك وبقية المكونات اللي احنا حاطينها، ونبتدي بقى نقلب ونظبط القوام اللي احنا عايزينه. احنا عايزينها ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، احنا عايزينها تكون مظبوطة بحيث انك تعرفي توزعيها على شعرك بسلاسة كده ومن غير ما تضايقك او تنقط منك او تبقى مجمدة، يعني عايزينها مظبوطة. هنبتدي نظبط القوام بتاعنا حبة بحبة. ضروري جدا حبيبتي تسمعي طريقة الاستخدام ايه، عشان خاطر هتاخدي الوصفة وتروحي كده مش هتعرفي تستخدميها ازاي كأنك ما عملتيش حاجة. فضروري تسمعي الطريقة بتاعت الوصفة اهم من الوصفة نفسها، فضروري تكملي معايا الفيديو للاخر. هنبتدي نقلب بقى كويس. اثناء ما احنا بنقلب كده انزلي حبيبة قلبي بقى صلي على رسول الله في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وغيرك يرد عليكي نكسب حسنات كتير. متنسيش بقى حبيبتي تعملي اللايك عشان الفيديو يترفع وتقدري تعبي ومجهودي. كده تقريبا القوام بقى مظبوط معايا. نبتدي بقى نشوفه مع بعض. شايفين، ولا تقيلة ولا خفيفة، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا.
شايفين القوام معانا حلو جدا. هنبتدي بقى دلوقتي نحط حوالي معلقتين من الخل الابيض. الخل الابيض حلو جدا لفروة راس، لو انت عندك حكة، لو انت عندك قشرة كمان هيثبت معاكي اللون. هنحط معلقتين من الخل الابيض وهنقلبها كويس جدا. انا في المرحلة ديت المفروض احط معلقة من الزيت، زيت زيتون او زيت جوز الهند، فانا مش هحط لاني مش عايزة الزيت يأثر على الصبغة بتاعتي، عايزاها تدي لون على طول. فانت لو حابة تغذي شعرك كويس جدا هتحطي معلقة من زيت الزيتون او اي زيت متاح عندك، بحيث ان هو يطري معاكي الشعر. انما انا مش هحط هنا زيت، انا عشان مستعجله على الوصفه. كده كده اصلا عشبة الروند بتطري الشعر جدا، بتديله لمعان، بتديله ترطيب عالي جدا، مش قلقانه من ان شعري ينشف ولا اي حاجه. فانت لو انت عايزه تحطي معلقه من الزيت فالاختيار ليكي، ممكن تحطي كده. حبايبي خلاص بقت قوام بقى مظبوط معايا زي ما احنا شايفين. هنبتدي بقى نشوف ونقول طريقة الاستخدام ايه. اهم حاجة تخلي الوصفة الصبغة تخليها تخمر لمدة 4 ساعات. تمام، سيبيها كده على الرخام تخمر براحتها خالص. اثناء ما هي بتخمر تكوني انت حبيبتي واخدة شاور، تغسلي شعرك كويس جدا جدا بالشامبو، تنزلي اي زيوت في شعرك، تنزلي اي كريمات، اي دهون في شعرك تنزليها كويس. وبعد كده ما تحطيش بلسم خالص، لان البلسم لما بتحطيه على شعرك وانتي راح تحطي وصفة او اي حاجة راح تحطيها على شعرك، بتعمل عازل ما بين شعرك ما بين اي وصفة بتحطيها. وبعد كده حبيبتي بعد ما خلصتي شعرك ونضفتيه كويس جدا بالشامبو، تخرجي تنشفي شعرك وهو مندي، تحطي الوصفة على شعرك، تاخدي كده خصلة خصلة وتوزعي على شعرك. اهم حاجة تفرقي شعرك خصل عشان توزعي الصبغة كويس على شعرك، ما تسيبيش حتة وتحطي في حتة، لا، تفرقي شعرك خصلة خصلة وتوزعي على شعرك. شايفين لونها عامل ازاي على ايدي؟ هتاخدي كده بايدك وتوزعي على شعرك. لو انت عندك الفرشة بتاعة التوزيع ممكن تستعيني بيها وتوزعي بيها على شعرك. تمام حبيبتي، بعد ما تحطي الوصفة على شعرك هتسيبيها بقى مش اقل من 6 ساعات، ولو سبتيها اكتر من كده هيبقى خير وبركة. شايفين لون ايدي بقى عامل ازاي؟ طبعا انا غسلتها ولسه اللون طابع في ايدي، ما سبتهاش نهائي على ايدي، غسلتها على طول ولسه كمان الوصفة ما خمرتش. نرجع بقى لكلامنا وموضوعنا. اتفقنا ان شعرك يكون نضيف، هتوزعي على شعرك كويس جدا الوصفة بالتساوي، وركزي جدا على الشيب اللي في شعرك عشان يلقط معاكي من اول مرة. هتلفي شعرك بكيس نايلون وتسيبيه شعرك لمدة 6 ساعات، والافضل تسيبيه اكتر من كده. وبعد كده حبيبة قلبي تاخدي الشاور بتاعك، بس اوعي تغسلي شعرك بالشامبو. تمام، انتي داخله تنضفي شعرك، هتنضفي شعرك تحت المية بالبلسم. المرة دي هنغسل بالبلسم بس مش هنغسل بالشامبو. وبعد كده حبيبتي تخرجي بقى تحطي نقطتين زيت على شعرك وتسرحي شعرك وتسيبيه وتلفيه كحكة، واستمتعي بقى باللون الجميل على شعرك. الوصفة ان شاء الله هتديكي لون الذهبي النحاسي، كمان هتحول الشعر الابيض عندك لرمادي من اول مرة، كمان هتغذي شعرك، كمان الروند هتطري شعرك جدا جدا وهتغذيه. فالوصفة النهاردة ان شاء الله حلوة جدا جدا. استنى حبيبتي تحفظي الفيديو عندك، واستنى ترجعي تقولي رأيك فيها ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش بقى حبيبتي تنزلي في التعليقات وتصلي على رسول الله، وما تنسيش تشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش لحد دلوقتي، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. وما تنسيش تعملي اللايك الجميل بتاعك وتعملي شير لاصحابك عشان الكل يستفاد. ولو اي حد عنده سؤال او اي حد محتاج اي حاجه يقول لي وانا هعملها له على طول، تحت امركم في اي حاجه. بحبكم في الله، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.